السهم ده اصطاد ناس كتيرة النهاردة. ايه اللي حصل بالظبط وايه الحكاية؟ الموضوع ببساطة، السهم فتح عند 81,950، ابتدى يطلع. الناس تخيلت انه السهم النهاردة طالع، وصل لحد تقريبا 82,912، اخترق المقاومتين اللي انا كنت اتكلمت عليهم امبارح، 82,147 و 82,610. وفجأة بدون اي مقدمات، هوب، السهم مفيش فوليوم عليه. الافراد بيشتروا لكن السهم مش بيتحرك. هم كانوا متخيلين ان هو هيكمل صعوده، لكن اللي حصل انه دي كانت حاجه اسمها مصيده. السهم بيترفع من غير فوليوم، اول ما الناس تحس ان السهم طالع يروحوا داخلين عشان يلحقوا الطلوع، تروح المؤسسات باديه تنسحب، تبيع اللي معاها، تعمل جني ارباح، فيحصل اللي احنا شفناه النهارده. بس ده مش معناه نهائي انه السهم اتغير اتجاهه او الكلام اللي انا قلته امبارح هيتغير. وتعالوا نرجع نشوف انا كنت اتكلمت وقلت ايه على السويدي في جلسة امبارح. قلت ان الاتجاه بتاعة السهم لسه صاعد وقوي، وقلت انه نجح السهم في اختراق مقاومة عنيفة كانت عند مستوى 81.51، وكان في فوليوم قوي. وقلت مؤشر الار اس اي عند 63.1، وده يشير الى وجود مساحة لمزيد من الصعود. وقلت ان الماك دي كان في تقاطع ايجابي. وقلت ان السهم قدامه مقاومتين، 82.147 و 82.61. وقلت ان الطاقة المتوقع للحركة غدا ما بين 80,747 وما بين 83.153. وقلت ان اي تراجع ما بين 81.30 ل 79.9 سوري 79.94 ارتداد طبيعي ومفيش مشكلة منه. لكن لو السهم كسر ال 79.493، احنا كده قدام قلق حقيقي وبداية علامة انه ممكن نغير الاتجاه. بالنسبة للنهاردة بقى، السهم لسه صاعد، اتجاهه العام لسه صاعد وبقوة. الهيكل للسوق، السهم بيكون قمم اعلى من قمم وقاعان اعلى من قاعان، وده اللي بيديني او اللي بيخليني اقول لك ان المؤشر لسه صاعد. قوة الاتجاه النهارده 88%. الموجة اللي احنا فيها بالنسبة لإليوت، احنا تقريبا يا اما في الموجة التانية يا اما في الموجة الرابعة، وهي موجة تصحيحية. السعر قفل على 81,820، وده اقل من السعر اللي فتح بيه 81,950. الفولياتيليتي عندي بتقول ان السعر محبوس في مساحة ضيقة او ان في ضغط عليه، لكن عندي طبعا ده مؤشر ان هيحصل انفجار سعري. لكن جودة الاشارة لحد دلوقتي او التأكيد لحد دلوقتي ضعيفة جدا. فده معناه ايه؟ انه اي تحرك دلوقتي مش هيكون انفجار سعري، هيكون مصيدة. لسه اغلب مؤشرات السهم مش مستقرة، وده ما يدينيش التفاؤل الكافي ان انا اقول لك ان هيحصل الانفجار السعري في الجلسات القريبة لحد دلوقتي، لان احنا لسه في مرحلة تذبذب. أقرب دعم للسهم عند 79.589. الهدف القادم في حالة الصعود هيبقى 84.051. تأكيد الاتجاه الصاعد هيكون عند 83.010 لو قدر يقفل فوقها بفوليوم. تأكيد الاتجاه الهابط هيكون عند 77.510. الأهداف متوسطة المدى هتكون 85.535، وبعد كده عندنا هدف ابعد شويه هيكون 88.107. مؤشر الام اف اي بيقول ان احنا في منطقه ال 66.7. الام اف اي يعني ماني فاندنج انستيتيوت، وده معناه تتبع الزخم المالي المؤسسي، واصل ل 66.7، وده مؤشر كويس، وده معناه ان احنا لسه قدامنا مساحه للطلوع. الفوليوم النهارده كان قوي ما كانش ضعيف. لسه لحد دلوقتي مفيش تاكيد على ان المرحله اللي احنا فيها من التذبذب هتنتهي، لكن اول ما هيكون في تاكيد احنا ماشيين في انهي اتجاه بالظبط، هيكون في انفجار سعري قوي اذا كان في الاتجاه الهابط او في الاتجاه الصاعد. وده بالنسبه للسويدي. تنفيس أنهى الموجة الثالثة ودخل في الموجة التصحيحية الرابعة. الاتجاه العام لسه صاعد. الموجة الحالية هي موجة تصحيحية. الفولاتيليتي فيه سيولة، والام تي اف بيقول لي انه في توافق، وده بيأكد الاتجاه العام ان هو صاعد، وان الترند مع سهم منفيس ان هو في الاتجاه الصاعد. طيب الفوليوم ما كانش فيه يعني النهارده اي حركة مش طبيعية. بالنسبة للسيولة السمارت ماني فكانت موجودة وحاضرة وبقوة. الام اف اي او مؤشر الزخم بتاع السيولة الذكية عندي 70
وده معناه ان لسه في نفس للحركة تاني قبل ما ندخل في تهدئة. بالنسبة للسيناريوهات بتاعة السهم، هو واقف دلوقتي عند 171,810، فهو يعتبر واقف عند نقطة كانت مقاومة وتحولت لدعم ليه، انه ما كسرهاش لتحت، فده مؤشر كويس. طول ما السهم فوق 169,302 احنا ماشيين في الاتجاه التمام والدنيا تمام والامور زي الفل. لو السهم كسر النقطة دي لازم تقلق في الاغلب، لاننا في بداية الموجة التصحيحية، ففي الاغلب احنا هنشوف هبوط جلسة او جلستين تاني بالكتير. الهبوط ده هبوط صحي جدا، السهم بعديه هيطلع تاني، هيحاول ان هو يوصل للهدف بتاعه واللي هو 176.195. المفروض ان حدود الموجة الرابعة هو ما بين 176.195 لحد زي ما قلنا 169,302. عشان ابقى دقيق معاك قوي في السهم ده، هو السعر كسر منتصف القناة السعرية بتاعة الموجة الرابعة. لو هنمشي فنيا فاحنا قدامنا لحد ما يلمس قاع القناة ويرتد منها، وده معناه ان احنا قدامنا لسه شموع حمراء لكن مش كتير. هو يا دوبك هيلمس قاع القناة او قرب من المنطقة بتاعتها وبعد كده هيرتد تاني، فاحنا ما قدامناش مسافة كبيرة، فمش متوقع ان هيكون في شموع حمراء كبيرة. يعني لو لا قدر الله السهم ابتدى يكسر الاتجاه، اول حاجة هيكسرها 169,302. بعديها على طول لو السهم كمل في كسر الاتجاه ونزل عند 167,845 ونزل تحتها بفوليوم كده، احنا قدام تغيير اتجاه واضح. عشان ابقى مطمن وشايف ان السهم ماشي في اتجاه سليم ومكملين في الموجة الرابعة، احنا في منطقة 169,302 او فوقها بحاجة بسيطة او تحتها بحاجة بسيطة، يعني في المنطقة دي. لو السهم عداها بفوليوم اعرف انه في تغيير اتجاه وانتهى الاتجاه الصاعد، واحنا ما بنتكلمش دلوقتي على الموجة الرابعة. توقعاتي ان السهم هيلتزم برضو بالموجة الرابعة والاتجاه الصاعد، لان كل المؤشرات بتقول ان الاتجاه قوي جدا، فانا متوقع انه لا، هيلتزم بالموجة الرابعة، وعند قاع القناة السعرية هيحصل، او قرب قاع القناة السعرية هيحصل ارتداد، وهنبدأ نشوفه عند الهدف بتاعه اللي هو 176.195. طيب على المدى الطويل ايه الاهداف اللي ممكن يحققها السهم؟ عندنا 180 وعندنا 193.77.733 و 226.617. ده على المدى الطويل. لو انت مضارب يومي، انا هنا مش بكلمك خالص، انا هنا بتكلم مع المدى الطويل المستثمر. وتعالوا نبص بصة على مينا فارم. السهم ده حاليا في الموجة الرابعة، موجة تصحيحية، محقق ارتفاع النهارده، لكن برضه محقق تشبع شرائي. السهم واصل ل 84.2 في الام اف اي، وده معناه ان هو لازم هيعمل تصحيح وهنشوف شمعة حمراء قريبة. السهم واقف فوق منطقة الدعم بتاعته، وواقف فوق منتصف القناة، وتقريبا هينزل لمنطقة 578,812. القناة السعرية اللي هي بتاعة الموجة الرابعة بالنسبة للسهم دوت هتكون ما بين 513,646 ل 651,799. بالنسبة للسهم فالموجة الخامسة أو المستهدف الخامس الأخير بالنسبة له هيبقى 625.201. بداية القلق عند 489,990، وبعد كده لو السهم نزل على 475,705 الاتجاه اتكسر، السهم نازل ودخل في اتجاه مختلف تماما. بالنسبة لبالم هيلز فأنا كنت اتكلمت معاك في الحلقة اللي فاتت وقلت لك بالنص الاتجاه بتاع السهم لسه صاعد، وتحديدا في الموجة الثالثة من موجات إليوت، تمام. وقلت ان في لمبه حمراء او علامه تحذير، لان المؤشر بتاع الار اس اي وصل ل 82، وده احتمال دخول السهم في موجة تصحيح او جني ارباح. وقلت شروط الاستكمال عشان يستمر السهم في الصعود من غير تصحيح لازم يفتح في الجلسة الجديدة بفجوة سعرية عند 11.50 مع حجم تداول عالي في اول نص ساعة. وعلى فكرة اللي حصل فعلا ان السهم فتح عند 11.50، وقلت انه في حالة استمرار الصعود هيكون الهدف الاول 11.70 والهدف الثاني 12.02، وقلت مستويات الدعم 11.33 والدعم الثاني
عند 11، وقلت ان احنا عندنا منطقة دعم رئيسية ما بين 10.68 و10.60، وقلت ان الخطر هيبدأ لو احنا نزلنا وكسرنا مستوى 10.23، وده معناه خروج السهم تماما من الاتجاه الصاعد ودخوله في الاتجاه الهابط. وقلت انه السهم ارتفع من 8.22 ووصل ل 12 جنيه، وده طبيعي ومنطقي جدا يخليني اتوقع ان كان لازم يحصل تهدئة. المؤشرات بعيدة المدى بتقول انه الموجة التالتة خلصت، احنا دلوقتي في الموجة الرابعة التصحيحية. الموجة الرابعة هتبقى الحركة او القناة السعرية بتاعتها ما بين 11,592 ل 10,446. السهم نزل من اعلى نقطة في القناة السعرية ووصل لحد منتصف القناة السعرية وارتد تاني لفوق. في الاغلب هنشوف جني ارباح تاني قبل ما السهم يرجع ويكمل ويوصل للهدف بتاعه اللي هو هيكون عند 11,592 اللي هو سقف القناة السعرية اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، وده هيكون لما يبدأ الموجة الخامسة. أبدأ أقلق متى لو السهم كسر 10,446 ونزل لتحت وصل لحد 9,876. لو اتكسرت يبقى حصل تغيير اتجاه، وللأسف السهم دخل في اتجاه تاني هابط. سيناريو الصعود هيطلع عند 11.50 وبعد كده هيكمل ل 11.592. ده بالنسبة للمضارب اليومي. بالنسبة للأسبوعي هيوصل ل 11.935. بالنسبة للمدى الطويل شوية هيكون أو المدى المتوسط هيكون 13,160. بالنسبة للمدى الطويل هيكون 16.100. وتتكرر في فوري نفس المصيدة انه في صعود قوي لكن مفيش فوليوم يسنده. السهم طلع، الناس ابتدت تتخيل انه السهم لسه مكمل صعود، ابتدت تشتري، ابتدى الحيتان يصرفوا السيولة اللي معاهم. لو هاجي على هيكل السوق فالمفروض ان احنا لو هنقول ان فوري بيكون قمم اعلى من قمم وقاعان اعلى من قاعان، فهو ليه فترة الموضوع ده مش مظبوط معاه نهائي. يعني مثلا هو كون قمة هنا وبعد كده قاع اعلى من القاع اللي قبله، تمام، جينا بعديها راح عمل انعكاس وراح عمل ايه؟ كون قاع اقل من القاع اللي قبله، وجينا راح هو كون قمة اقل من القمة اللي قبليها، وجي النهاردة المفروض كان يكون قمة اقل، لكن اللي حصل انه كون قمة اعلى. ده معناه ايه؟ المشهد اللي قدامنا ده معناه ان في سيولة وفي جني ارباح، في ناس عايزة تشتري وفي ناس عايزة تبيع وبسرعة. طيب عايز اقول لك حاجة مهمة جدا في الحالة دي، اللي عايز يبيع بيعمل مصايد. يعني ايه مصايد؟ يعني يرفع السهم شويه فانت تتخيل ان هو هيكمل صعوده فتروح مشتري، يروح هو بائع، تلاقي السهم ايه؟ ابتدى يقع. لحد دلوقتي عامه السهم مسنود، لكن مهم جدا ناخد بالنا ان الام اف اي بيقول ان هو واصل ل 91، وده معناه ان السهم سخن لدرجه عاليه. هيكل السوق بيقول ان في تذبذب عالي، السهم دلوقتي خارج عن الموجه، هو مش مشكل موجه. جوده الاشاره بالنسبه للسهم مفيش اشاره قويه تخلينا نقول اتجاه اذا كان اتجاه صاعد او اتجاه هابط. التاكيدات بالنسبه لنا لو السهم قدر انه يعدي 20,774 ووقف فوقها كده الاتجاه مكمل صعود. لو ما قدرش ونزل لحد 16.450، انا اسف سوري، لو نزل لحد 18,295 هيكمل لحد 16,450. الاقرب بالنسبه لي للتوقع هو الاتجاه العرضي، ان السهم هيفضل فتره في اتجاه عرضي متذبذب لحد ما اللي معاهم او اللي ابتدوا مع السهم من مراكز تحت يصرفوا كل الاسهم اللي معاهم. انا شايف ان احنا هنكون في اتجاه عرضي متذبذب، وبالنسبه لي كسر 19,341 بدايه قلق. 18,906 يعتبر تاكيد لكن مش قوي. بالنسبه للاتجاه الصاعد 20,492 لو قفل فوقها ده تأكيد انه هيكمل. بعدها 20,574 بعدها على طول هيكون الهدف مفتوح له عند 20,747. بعد كده بقى هتبقى الاهداف الاعلى اللي هي 21,182 22,734
وبعد كده ده هدف بعيد جدا، هدف استثماري مش هدف للمضاربة اليومية، هيكون 26,461. الفوليوم النهاردة كان يعتبر طبيعي، وحاول تاخد بالك في السهم من المصايد لأنها هتتكرر، وهتاخد شوية في الاتجاه العرضي هيبقى فيه مصايد. كده أكون خلصت معاكم رحلتي النهاردة، بس حابب أقول لكم كام حاجة قبل ما نقفل. أولا استنوني بكرة في فيديو قوي جدا هيكون عن إزاي تعرف المصايد. الفيديو ده هيخلي نظرتك للأسهم تختلف تماما. هنختار مع بعض بإذن الله يوم السبت الأسهم اللي احنا هنتابعها خلال الأسبوع اللي جاي. لو عايز أسهم معينة اكتبها لي في الكومنتات. هتلاقي على صفحتي على الفيسبوك كل شوية في مقالات جديدة بتنزل. هتلاقي على قناتي على التليجرام في كل شوية بيانات جديدة بتنزل. لحد دلوقتي في أماكن متاحة في الكورس بتاعي إن أنت تقدر تسجل فيه بشكل مجاني. لو أنت حابب إن أنت تسجل بشكل مدفوع برضه هتلاقي الرابط موجود في الوصف تحت الفيديو ده. طبعا عايز أقول لكم إن أنا بحاول ان انا اغير الاسهم كل شويه علشان محدش يحط في دماغه ان انا بقدم توصيات. يا جدعان احنا مش بنحكي بطريقه توصيات، لكن احنا بنستمتع مع بعض بقرايه الاسهم، بنفهم الدنيا ماشيه ازاي، الاتجاه رايح فين للسهم. على فكره البورصه من اكتر المجالات اللي انت لو حبيتها هتعرف تكسب فيها. لو خدتها عبارة عن حد بيقول لك اعمل كذا ولما السهم يوصل لكذا تروح بايع ومش عارف ايه والكلام دوت، اتأكد مليون في المية مليون في المية انك حتى لو خسرت، لو كسبت مرة واتنين صدقني البورصة هتقفل وشها في وش. خدها نصيحة، الافضل بدل ما تدور على التوصيات اتعلم المجال ده. وعايز اقول لك حاجة مهمة جدا، لازم تبقى واقعي، ولازم تبقى يعني من الحاجات اللي انا دايما بكررها للناس، يا جدعان انا ممكن اصيب مرة اتنين تلاتة، ده مش معناه ابدا ان انا كل مرة تحليلاتي هتصيب، ده مستحيل. عايز اقول لك ان انا هنا بديك مثلا التحليل الفني فقط لا غير. التحليل الفني مش كفاية عشان اعرف السهم هيتحرك ازاي بكرة. انا مثلا ما بذكرلكش انه قبل ما انا ادخل اديك التحليل انا بقرا لكل الاسهم اللي هتكلم عنها ايه الاخبار الجديدة بتاعتها عشان اقدر ان انا اتكلم معاك. فممكن قرايتي للصورة العامة ما تكونش صح في مرة، او ممكن ان انا اكسل في مرة اخد ثقة في نفسي زيادة واروح طالع لك من غير ما اقرا البيانات التحليلية اللي هي الاخبار وكده، فاروح قاري لك التحليل الفني بس. ساعتها انت هتلبس في حيطة. لو انت مش فاهم ومش متابع ومش عارف هتلبس في حيطة. وعلى فكرة مش كل الناس اللي بتقدم محتوى عن البورصة على النت هم دارسين. في ناس واخداها بالخبرة، وفي ناس واخداها ان هي بتنقل من محتوى ناس تاني. انا مش بقلل من حد، ومش قصدي ان انا اقول لك ان فلان وحش او فلان حلو. انا على فكرة مش بتابع اي حد خالص، انا بتابع شغلي وبس. بس اقول لك حاجة بسيطة، انت ما تضمنش ابدا ان مصدر المعلومة او طريقة تفكير الشخص هتناسبك. انا عايز اقول لك انه في صفقات، انا مثلا في صفقة دخلتها بقروش وفي دقايق. الصفقة حرفيا انا كنت مستهدف فيها ان السهم يتحرك قرشين، وحرفيا انا تممت الصفقة دي، دخلتها وخرجت منها تقريبا في 7 دقايق. ده مستحيل يحصل لو انت مش فاهم الدنيا ماشية ازاي ومستني توصيات. انت فاهم انت بتضيع فرص قد ايه؟ نصيحتي ليك اللي بكررها كل مرة، انا مش عايز ابقى رخم عليكم ومش عايز اطول اكتر من كده، نصيحتي ليك اللي بكررها كل مرة، ما تستناش توصيات من اي حد. افهم التحليل الفني وافهم الدنيا ماشيه ازاي وتعلم المؤشرات، وصدقني الموضوع بسيط جدا وممتع جدا. بستأذنكم طبعا تعملوا متابعه للقناه، بستأذنكم ان انتوا تكتبوا لي انتوا مشترين ايه وجوه اسهم ايه عشان نحطها معانا في القائمه اللي جايه الاسبوع اللي جاي، وعايزين ايه الاسبوع اللي جاي. للناس اللي متابعه التحليلات قولوا لي ايه اللي انتوا استفدتوا منه، ايه الاسلوب اللي انتوا عايزين تتعلموه بالنسبه للفيديوهات التعليميه. باذن الله شوفوا انتوا عايزين تتعلموا ايه، لو حابين، لو شفتوا اي تكنيك في الفيديوهات بتاعتي قولوا لي وانا تحت امركم، وباذن الله خير وربنا يوفق الجميع. واقدر اقول لكم دلوقتي سلام.